تعالوا بقى نعمل النهاردة بوريك بالجبنة أو الميني ساندوتش. نقدر نحشيه أي نوع جبنة احنا حابينه. من الحاجات اللي بتتباع في المخابز أو في الأفران وكلنا بنجري عليها وبنشتريها. مقاديرها بسيطة جدا وسهلة جدا وموجودة في كل بيت ومش معقدة إطلاقا. عجينتها، لو عجنتيها صح بنفس المقادير اللي هقولك عليها ومشيتي بالتكنيك بالظبط اللي هقولك عليه، استحالة ما تطلعش معاكِ ناجحة، يعني من أول مرّة هتطلع العجينة معاكِ ناجحة مليون في المِيّة. من الحاجات كمان اللي أقدر أخزّنها في الفريزر مش لفترة طويلة، يعني كبيري مثلًا من أسبوع لأسبوعين، وأطلّعها وقت ما أحتاجها أسخّنها في الميكروويف من دقيقة لدقيقتين هتطلع سخنة وطازة وكأني لسه عاملاها بالضبط. اعملي لايك للفيديو ويالّا نبتدي ونقول بسم الله. أنا معايا هنا كوب من الحليب الدافي أو من اللبن الدافي، هاضيف عليه معلقة كبيرة من الخميرة، وهاضيف كمان عليه معلقتين من السكر، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة من معجون الطماطم أو من صلصة الطماطم المعلبة الجاهزة مش بتاعة البيت، وده اللي هيغير لون العجينة وهيغير طعمها تماما. هغطي الخميرة بتاعتي شوية، يعني من 3 ل5 دقايق بالظبط لحد ما اجهز المكونات الجافة. هابتدي أجهّز المكونات الجافة وكانت عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، هاعدّيهم على منخل ودي خطوة مهمة جدًا في أي معجنات أو في أي كيكات. هاضيف كمان عليهم 4 معالق من الحليب البودر، المعالق اللي أنا استخدمتها يا جماعة دي معالق كبيرة. هاضيف كمان معلقة من البيكنج باودر ورشة من الملح. هاضيف كمان 4 معالق كبار من الزيت، زيت ذرة أو زيت عباد، أي نوع زيت عندِك، بس المهم إن هو يكون نضيف وما لهوش ريحة. ممكن أستخدم بدل الزيت زبدة، ممكن أستخدم زبدة بدل الزيت، ولكن هاستخدم بس معلقتين كبار من الزبدة، وتكون زبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو في التلاجة أكون مطلعاها قبلها بفترة. هقلب بقى كل الخليط ده مع بعضه، وهبتدي أجيب الخميرة بتاعتي، اللبن والخميرة والسكر. هضيف الخميرة وهقلب فيها كويس. العجينة دي ما بتاخدش عجن، يعني مش بتاخد وقت في العجن، سواء هنعجنها في ايدينا او هنعجنها في العجان، مش بتاخد وقت اطلاقا، بتتلم معايا بكل سهولة. هبتدي المها بايدي ومش هتاخد مني ولا اي مجهود ولا اي وقت، هتتلم معايا بكل سهولة. لو حسيت ان العجينة ناشفة ولا حاجة ممكن اضيف لها من معلقة لمعلقتين من اللبن، وابتدي تاني المها، اشربها اللبن والمها. لو ضفت لها لبن، انا بالنسبه لي ما احتجتش اضيف لها ولا زيت زياده ولا لبن زياده، كانت مكوناتها بالنسبه لي مظبوطه بالملي، او مقاديرها مظبوطه بالملي. العجينه كده جاهزه معايا وطريه وحلوه قوي، بتتشكل لو تنيتها من اي اتجاه بتتشكل معايا من غير ما تشقق خالص. هخلي بقى الخميره تخمر معايا، ووقت الخمر بتاعها كان من ساعه الا ربع لساعه. هغطيها بطبقة من الاسترتش وهغطيها كمان بفوطة وهسيبها في مكان دافي تختمر براحتها. هبتدي اجهز الحشو بتاعي، وانا كنت حابة احشيها جبنة براميلي زي اللي بنشتريها من المخابز بالظبط. انا قطعت الجبنة البراميلي القطع كده بالطول، وضفت كمان رشة من الزعتر، تقدري تضيفيها او تستغني عنها، وتقدري كمان تضيفي عليها رشة من النعناع او تستغني عنها، المحبب ليكي تقدري تعمليه.
ممكن كمان بدل الجبنة البراميلي جبنة اسطنبولي، أي نوع تاني أنتِ حاباه، بس أنا كنت بافضّل البراميلي عشان تطلع بالضبط زي الجاهزة. العجينة اختمرت معايا وأنا كنت سِبتها ساعة بالضبط، علشان إحنا في البرد، فكنت سايباها تختمر براحتها. هابتدي أشكِّل العجينة بتاعتي على السطح اللي هاشكِّل عليه، وهافردها بشكل طولي كده، شكل اسطوانة وطويل، وهابتدي أقطّعها. أنا قطّعتها كانت حجم القطعة حوالي 50 أو 55 جرام، تقدري تكبّري القطعة عن كده وتقدري كمان تصغّريها، لكن أنا بالنسبة لي كانت حجم القطعة كده حلو أوي. هاخد قطعة قطعة وهافردها على إيدي، ومش هاحتاج لأي سطح إن أنا أفردها عليها سواء بالنشابة أو بأي حاجة تاني. سهلة جدًا وخفيفة العجينة وبتتفرد معايا بكل سهولة. هافردها بطبقة سميكة وهابتدي أقفّل عليها بعد ما أحشيها بالجبنة، وهابتدي أسويها من كل الاتجاهات وأدّيها شكل بيضاوي زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. بعد ما خلّصت تشكيل العجين بتاعي ورصيته في الصاج اللي هاخبز فيه، ابتديت أدهنه بطبقة من البيض والفانيليا. لو مش حابة البيض أو بتتضايقي من زفارة البيض وريحة البيض، عايزة أقول لِك إن الفانيليا أولًا ضيّعت الريحة تمامًا، ولكن ممكن نستبدلها بحليب بس، أو ممكن كمان حليب ونُص معلقة من النسكافيه وندوبها كويس جدًا هتدينا نفس النتيجة، لكن النتيجة الأقوى للبيض طبعًا. هابتدي كمان أضيف من فوق رشة كده من البلاك سيد أو من الحبة السودا أو حبة البركة، وده اللي هيعلّي التيست معايا أوي وهيخلّي طعمها وريحتها حلوة جدًا. من الحاجات كمان اللي في المعجنات بتدّي طعم حلو أوي. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 200، الشُعلة اللي من تحت بس، في أول 20 دقيقة لحد ما لونها يحمر من تحت، وبعد كده هاولّع الشواية عليها. هتاخد بالضبط 5 دقايق، وخلّيني ملاحظاها ومن وقت للتاني أبُص عليها، لإن ممكن لو سِبتها تتحرق في أي لحظة. وكده كانت خرجت من الفرن، عايزة أقول لكم إن ريحتها حقيقي كانت قلب البيت. أول ما تخرج من الفرن نغطّيها بفوطة مبلولة أو ندّيها رشّة من المَيّة بسيطة كده ببخاخة أو حاجة، وده اللي هيخلّيها تفضل طرية معايا لحد آخر واحدة. سواها مضبوط جدًا ولونها كمان حلو أوي، من جوّه كمان العجينة طرية وهشة كده. الحشو بتاعها كان حلو أوي وما تتخيّرش عن الجاهزة اللي بنشتريها من المخابز أو الأفران. جرّبيها وأنا متأكدة إن هي هتطلع معاكِ ناجحة من أول مرّة. جرّبيها واكتبي لي في التعليقات إيه رأيِك فيها، وورّيني تطبيقاتكم على الفيسبوك، وده اللي هاسيب لكم اللينك بتاعه تحت في أول تعليق مثبت. وطبعًا لو أول مرّة تنوّريني في القناة أهلًا وسهلًا بيكِ، نوّرتيني، ما تنسيش الاشتراك، ومتابعيني الحلوين ما تنسوش اللايك الجميل، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة وحلقة جديدة، واشوفكم على خير يا رب. باي باي.